ملخص كتاب لماذا لم يخبرني أحد بهذا من قبل لدكتور جولي سميث. أوقات الواحد بيحس إن مفيش حد قاله قبل كده إزاي يتعامل مع مشاعره وتقلبات مزاجه، وده اللي بتتكلم عنه دكتور جولي سميث في كتابها لماذا لم يخبرني أحد بهذا من قبل. الكتاب مليان أدوات عملية تساعدنا في التعامل مع المزاج السيء، الحافز، الخوف، الرفض والمشاعر الصعبة بشكل عام، وده اللي هنتكلم عنه النهاردة بشكل بسيط وسهل التطبيق. أول حاجة هنتكلم عنها هي التعامل مع تقلبات المزاج. المخ بيشتغل بطريقة ذكية جدا، بياخد إشارات من الجسم زي نبضات القلب والتنفس والحواس، وبيقارنها بذكريات سابقة عشان يحدد إحساسك دلوقتي. الفكرة إنك مش لازم تلغي المشاعر السلبية، لكن تقدر تتحكم فيها. مثال عملي: لما تكون متضايق جرب تكتب مشاعرك، مش بس اللي بتحس بيه، لكن كمان إيه اللي خلاك تحس كده. مع الوقت هتلاقي نفسك قادر تفهم أنماط مزاجك وتعرف تتعامل معاها بوعي أكبر. التعامل مع الحافز. كلنا عندنا أيام بنكون متحمسين ننجز حاجات كتير، وأيام تانية الحافز بيختفي. المشكلة إن ناس كتير بتفتكر إن ده معناه إن فيهم حاجة غلط، لكن الحقيقة إن الحافز زيه زي المشاعر، بيروح وبيجي. طب إيه الحل؟ الحل إنك تعتمد على العادات بدل ما تعتمد على الحافز. يعني مثلا بدل ما تستنى تكون متحمس عشان تتمرن، خلي الرياضة جزء من روتينك اليومي، حتى لو حاجة بسيطة زي المشي 10 دقايق. التعامل مع الألم العاطفي. في الأيام اللي بتكون فيها مشاعرك تقيلة ومتعبة، فاكر إن الحل إنك تتجاهلها؟ غلط. المشاعر السلبية مش عدونا، لكن لو تعاملنا معاها بطريقة صح هنعرف نخرج منها بسرعة. طب إزاي؟ لما تحس بالحزن جرب تسأل نفسك: أنا حزين ولا محبط ولا قلقان؟ تحديد المشاعر بوضوح بيساعد في التعامل معاها. استخدم طرق بسيطة للتهدئة زي التنفس العميق أو التواصل مع شخص قريب منك. التعامل مع الرفض والانتقادات. طبيعي جدا إنك تواجه انتقادات أو رفض في حياتك، لكن هل ده معناه إنك مش كويس؟ لا طبعا. المشكلة إننا ساعات بنربط قيمتنا بكلام الناس، وده اللي لازم نوقفه. نصيحة عملية: اسأل نفسك أنا مين؟ وإيه القيم اللي فعلا بتهمني؟ لما تكون واثق من نفسك مش هتتأثر بسهولة بأي رأي سلبي. التعامل مع الخوف. الخوف حاجة طبيعية، بس المشكلة بتبدأ لما بنسيبه يتحكم فينا. لما تهرب من مواجهة مخاوفك، عقلك بيفتكر إن الحاجة دي خطيرة، وده بيزود المشكلة أكتر. طيب إزاي تواجهه؟ جرب تتحرك. أي نشاط جسدي بيساعدك على تقليل تأثير الخوف. استخدم تمرين التنفس، خليه بطيء وخلي الزفير أطول من الشهيق، هتحس بهدوء فوري. الكتاب بتاعنا النهاردة بيناقش أفكار كتير مهمة، لكن خليني ألخص لك أهم الأفكار اللي بيدور عنها الكتاب. إدارة المشاعر السلبية مش معناها إني أتجاهلها، لكن التعامل معاها بوعي. الحافز مش دايم، فالأفضل إننا نعتمد على العادات. قبول الذات هو الحل السحري للتعامل مع الانتقادات. المشاعر السلبية مش حقائق، هي بس مجرد إشارات، والمهم إزاي هنتعامل معاها. أكتر اقتباسات أعجبتني وألهمتني في هذا الكتاب هي: التأمل للعقل مثل التمارين للجسم، السيطرة على النفس تحتاج إلى طاقة، التواصل الإنساني مهم جدا حتى من غير كلام. الخلاصة: الكتاب بيحاول يبسط المعلومات النفسية عشان يساعدك تعيش حياة أفضل وتتعامل مع مشاعرك بوعي. لو كنت محتاج دليل عملي لتحسين حالتك النفسية، فكتاب لماذا لم يخبرني أحد بهذا من قبل ممكن يكون هو البداية. شاركوني في التعليقات، ولو عجبكم الملخص ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكم مني كل جديد.